بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. في الفيديو ده هنعرف مع بعض ازاي نستخدم مايكروسوفت ايدج في اننا نعدل بيها على ملفات البي دي اف. فيلا بينا ندخل في الموضوع على طول. طبعا معايا هنا الرموز ظاهرة اللي انا هستخدمها في التعديل على الملف. اول حاجة طبعا ان علامة الناقص والزائد دي اللي هي الموجب والسالب هتستخدمها طبعا في التكبير والتصغير زي ما احنا عارفين، طبعا مش محتاجة كلام. والعلامة دي هتتغير بيها اتجاه الملف، يعني برضو مش محتاجة كلام. وهنا بعد كده العلامة دي اللي هتخلي فيها الملف بعرض الصفحة كلها، يعني لو ضغطت عليها بقى بعرض الصفحة، برضو مش محتاجة كلام معانا. هنا العلامة دي هتخلي بيها، هتقسم بيها الملف لصفحتين، يعني انا هخلي صفحتين بجانب بعض، او ممكن ارجعها صفحة تاني. بعد كده العلامة دي والعلامة دي اللي هي ممكن تكون جديدة شوية، فانا اول ما هضغط عليها هتجرى لي الملف بصوت. ممكن تجرى لي، يعني لو الملف انجليزي هتجراه لي بالانجليزي، لو ملف بالعربي هتجراه لي بالعربي. بس في اللغة العربية هتحتاج ان الكلمات تكون بالتشكيل عشان يعرف يجراها بالقراءة الصحيحة، لكن لو مش بالتشكيل هتجراها بيخطأ في بعض الكلمات. فاحنا هنجربها دلوقتي مع بعض ونشوف هي هتعمل ايه. 98 Continuation of distribution cable 5 ام نجمة 0.2 دي بي. بدأ القراءة من هنا. minimum level in amplifiers at both 102 دي بي. 8 channels and 7 دي بي reserve. عايز اشوفه لما يوصل العربي هيجرى ازاي يعني. The required maximum at both level of the amplifier is 112 دي بولاريتين فيه. هناك ثالث عناصر أخرى سويتش مالتي أنتيلة بي سيبراتيتر. طبعا يعني بيلخبط في القراءة من الانجليزي العربي وكده. قبل أن نعرض لهذه العناصر الثالثة فإننا نعرف أوالي بمنظومة التوزيع المعروفة بديستريبيوشن اف. منظومة ديستريبيوشن اف معلوم أن الشقق السكنية لا تحتاج لعدد محدود من القنوات كما في الفنادق، ونثم لنا تستخدم لا يونت إنهاء فاصلة، ولكن في هذا النظام يتم نقل وتوزيع إلى إشارة. كفاية كده. هنا ممكن تعدل على الصوت، يعني تزود السرعة بتاعته او ترجعها او تبطئه لو انت مش سامع الصوت كويس. وهنا ممكن تغير صوت الشخص اللي بيقرأ، يعني لو اخترنا ده مثلا وضغطنا تاني. الإشارة الخاصة بالإقمار يبالي ريال باستخدام مجموعة أمبليفايرز إضافة إلى العنصر الهام والجديد وهو السويتش مالتي كاسكيدد الذي من خارجه طبعا الصوت ده احسن شوية، بس هو يعني عامة الاضافة دي انا احس ملهاش لازمة يعني جدا. ممكن في لو الكتاب بالكامل باللغة الانجليزية تكون كويسة، يعني انك ممكن تسمعه بالصوت. بعد كده معانا علامة التي دي اللي هي داخل مربع. العلامة دي هقدر اكتب بيها نص بجانب الكلام هنا، يعني لو انا عايز اكتب ان الجزئية دي مهمة مثلا فهكتب هنا واكتب هام، واقدر اغير العلامة دي الكتابة دي واخليها في اي مكان. لما تظهر معايا العلامة دي امسكها كده واضعها في اي مكان. وممكن تغير اللون بتاع الكتابة باللون اللي انت محتاجه، وممكن تكبر او تصغر في الكتابة. بعد كده هنا العلامة دي لو عايز تحذف اللي انت كتبته. طبعا في بعض الملفات مش بتسمح انك تعدل عليها او تكتب فيها حاجة جديدة، حتى لو كانت كده على الجنب يعني، او معلومة على الجنب. والملف اللي انا فاتحه دلوقتي من الملفات دي، فانا لو دلوقتي ضغطت بعيد على اساس انه الكلمة دي تفضل موجودة هلاقيها مشيت معايا. لو حاولت احفظها في اي طريقة مش هلاقيها تفضل معايا موجودة. فدلوقتي مش كل الملفات بتسمح بالتعديل ده. بعد كده معايا العلامة دي بمجرد ما اضع الماوس عليها بيقول لي هو ايه، درو، يعني ده قلم انت بتكتب بيه او بترسم بيه اللي انت عايزه. فممكن تضع بيه خط كده تحت الكلام المهم اللي انت ايه محتاجه.
وتعمل بيه اي حاجة انت عايزها في الملف هنا. بعد كده معايا العلامة دي بتعمل هايلايت على الكلام اللي انت محتاجه، يعني تخليهولك بلون معين. فانا مثلا السطر ده شايف انه مهم، فانا عايز اضع عليه علامة، فانا بحدده كده. بمجرد ما احدده بيظهر معايا السطر باللون الهايلايت اللي انا مختاره من هنا. انت ممكن طبعا تغير اللون اللي انت محتاجه، فتشوف انت محتاج انهي لون. ومن هنا برضو ممكن تغير السمك بتاعه، تكبره او تصغره. بعد كده معانا علامة المساحة دي بتمسح اي تعديل انت عملته وعايز تمسحه، او اي معلومة انت عملتها وعايز تمسحها. بعد كده معانا علامة البرينتر دي اللي هي بتطبع الملف. وبعد كده السيف. بعد كده معانا العلامة دي مجرد ما اضغط عليها بتخلي الملف في عرض القراءة، يعني هو كده المفروض العرض ده اسمه عرض القراءة. فانا لو عايز اطلع منه بمجرد ما احرك الماوس كده في الاتجاه لاعلى هيظهر معايا علامة الخطأ دي، اضغط عليها هطلع من العرض ده. طيب كده فاضل ايه معانا تاني؟ معانا مثلا ان انا يعني لو كبرت كده ممكن ان انا اضع كومنت على جزء معين من الكلام. يعني مثلا لو انا عايز اضع كومنت على الجزء ده هعلمه كده، هيظهر معايا الرموز دي في ادت كومنت دي مش موجودة في الرموز اللي موجودة هنا معانا من فوق. فانا بمجرد ما هعلم الكلام ده، يعني لو ما ظهرتش معايا العلامات ممكن اضغط كليك يمين واختار هنا ادت كومنت، هتلاقيها معاك هنا من فوق تاني اختيار. هضغط عليها واكتب الكومنت اللي انا عايزه. انا هكتب اي حاجة مثلا واضغط علامة الصح. بمجرد ما عملت الكومنت ظهر معايا هنا، وبمجرد ما بتجرب عليه بالماوس كده بيظهر معاك الكومنت اللي انت كتبته وبيلونهولك بهايلايت عشان تبقى عارف انه الجزء ده فيه كومنت انت عملته، وبيضع لك عليه علامة الكومنت. في بعد كده مثلا ان انت لو عايز تبحث عن كلمة معينة مثلا في النت، في ان انت ممكن تعلم عليها كده وتضغط عليها كليك يمين وتضغط search in web for amplifier for، يعني الكلمة اللي انت اخترتها دي. في ان هو او بمجرد ما تضغط هنا هيفتح لك صفحة جديدة بيبحث فيها. هنا اختار الاختيار التاني عشان يظهر معايا البحث في نفس الصفحة هنا على الجنب اللي هي search inside bar. بمجرد ما اضغط عليها هيظهر لي هنا البحث في صفحة على الجنب. لو عايز اطلع منها اضغط هنا علامة الخطأ. وفي هنا البحث برضو لو انت عايز تبحث في النت على حاجة معينة انت عايز تبحث عنها. بعد كده هخرج من البحث ده. في اخر حاجة معانا اللي هي مثلا لو في جزء معين انا عايز احفظه عندي في الديسكتوب، يعني عايز احتفظ بالجزء ده بس، ممكن اقدر اخده سكرين شوت من خلال المتصفح هنا من غير يعني مستخدم اي اداة تانية. ازاي هعمل؟ هضغط هنا كليك يمين واختار هنا ويب كابتشر. بمجرد ما اضغط عليها تظهر معي علامة زائد، احدد الجزء اللي انا محتاجه. يعني مثلا انا عايز اختار الجزء ده. بعد كده ممكن انت لو عايز تكتب اي حاجة على الجزء اللي انت اخترته ده تختار هنا ماركب كابتشر وتكتب اللي انت محتاجه، وممكن تمسحه بالمساحة هنا. في بعد كده علامة الحفظ دي بمجرد ما هضغط عليها هو هيحملها لي عندي في الكمبيوتر. لو عايز اعرف هي اتحملت فين هضغط هنا open file، قصدي هنا هيفتح لك الصورة. لكن لو عايز تعرف هي اتحملت فين عندك على الكمبيوتر تضغط علامة المجلد دي هيجيبها لك هي اتحملت فين عندك. وبكده يكون انتهى الفيديو بتاع النهاردة. لو استفدت بأي معلومة ما تنساش اللايك والسبسكرايب في القناة، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.